السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين حليمة. نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا رب العالمين. اليوم بغيت نشارك معكم الخبز ديال الطوست. تنتمنى تابعوني حتى الأخير وينال الإعجاب ديالكم. نبقاو مع الطريقة والمقادير. عندنا كاس ديال الماء دافئ، كاس العنبة، وجوج كيسان ديال حليب دافئ حتى هو كذلك، معلقة كبيرة ديال الخميرة. مع دابا بارد الحال خصنا نكتب شويه الخميره. غادي نديرو بالدقيق القمح، من بعد غادي نخلطوه مزيان. هانتوما تشوفوا بنتي بغات تكمل الطريقه، ها هي خدات ضافت الطحين. عندنا هنا 2 كيسان ديال الطحين ديال الدقيق الفينو. ما غاديش نستعمل انا دقيق الفرص، غنديرو غير بالفينو. هي بنتي غادي تكمل معكم الوصفه. دارت 2 كيسان ديال الدقيق الفينو، غادي تضيف بيضه كامله، الملح حسب الرغبه حسب الذوق، ربع كاس ديال زيت الزيتون. الا ما بغيتوش ديروا زيت الزيتون ممكن لكم ديروا الزبده، انا فضلت ندير زيت الزيتون. من بعد تنخلطوا العناصر كلها مزيان حتى تنسجم مع بعضياتها. شكرا لكم المتتبعين والمتتبعات اللي تيشاهدوا ليا الفيديوهات ديالي وتيخليو لي كومونتير زوينين. جزاكم الله كل خير، الله يحفظكم ليا جميعا ويكبر بكم. تفرحوني باللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم، جزاكم الله كل خير. تضيف الكاس الثالث ديال الدقيق. انا درت 500 غرام ديال الدقيق الفينو، 5 الكيسان ونصف، يعني 550 غرام. من بعد كتخلط العجينه كلها، هي كتخلط واش غدير في الدقيق. ما بغاتش تقيس العجينه بيديها، كنت كنستعمل انا غير الفوي باش نخلط. المهم خليتها على خاطرها. الى عجبكم الفيديو جزاكم الله كل خير، ما تنسونيش من البارطاج والاشتراك واللايكات فضلا منكم وليس امرا. هاهي كتخلط العجين بالسطاتوي. من بعد انا غادي نستعمل يديا، هي ما بغاش تقيس العجينه بيديها. غادي ندلكو واحد 5 دقائق حتى تنسجم لي العجينه مزيان. من بعد ما نعجنو ندلكو العجينه مزيان تتجمع، غادي ندهن واحد البغول هي كدهن فيها بالزيت وتوضع العجينه وتخليها حتى تختمر، يضاعف الحجم ديالها ونرجعو معكم. نفرغوا العجينه في الاناء ونغطيوه بالبلاستيك ونخليوه تيختمر. خليوه تيضاعف الحجم ديالو.
هاي العجينه ديالنا من بعد ما اختمرت. يضاف الحجم ديالها باش تجينا العجينه رائعه خفيفه ورطبه. من بعد غادي نرشو سطح العمل بالدقيق والشوفان، غادي نفرغو العجينه على سطح العمل باش نشكلوها. العجينه كتكون خفيفه وكتلصق في اليد. صافي نقرصوها غير بيدينا، نتوما كتشوفوا كتقرصوها غير بيدياتها واخا تلتصق العجينه في اليد ديالها، تبقى معها تشكلها. ومن بعد غادي تروليها. غناخدو المول اللي غندهنوه بالزبده وغتوضع فيه العجين، مدهون بالزبده، وغادي تحط فيه العجينه وغادي تشكلها باش تاخد الحجم ديال الاناء. هي كتقرصها وغادي ترشها بالشوفان وتخليها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها. ندهنو الغطاء حتى هو بالزبده. نخليوه حتى يخمر وندخلوه للفران حتى يتحمر. العجينه من بعد ما اختمرات ضاعف الحجم ديالها، غندخلوها دابا للفرن حتى طيب. ها هي من بعد ما خرجناها الشكل ديالها النهائي من بعد ما تحمرات. السلوفان ونخليها حتى الغد ليه عاد غادي نقطعها. ها هو الخبز الطوست ديالنا من بعد ما بات ليله كامله كيجي رائع. تنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ها هو الشكل ديالو. ديك الساعات تنستعملوه كل واحد حسب الرغبه ديالو، دينوه بالكونفيتير او فرماج او اللي حبيتو. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبارطاج. جزاكم الله كل خير. شكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم في رعايه الله وحفظه.